السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ازيكم عاملين ايه؟ يلا نبدأ بينا فيديو النهاردة. أول ما بدأ ماتش نادي الزمالك وغزل المحلة، هوب كده اللاعب يحيى في الدقيقة 3 بالظبط يخش داخل التهور على اللاعب يشو لاعب نادي الزمالك بتهور جامد جدا، يحول سير اللقاء. بعد ما كان غزل المحلة نازل وعنده تركيز شديد جدا، فجأة كده الدنيا اتلخبطت. بعد ما الدنيا اتلخبطت معاهم، هوبا الأول يجيبوا مين؟ ناصر منسي. يسكت؟ ما يسكتش، يجيب التاني. يبقى ناصر منسي الهدف الأول والهدف التاني. الهدف التالت طبعا برئاسة الملك أحمد السيد زيزو من ركلة جزاء عشان يسجل الهدف التالت. يهدى نادي الزمالك؟ ما يهداش نادي الزمالك، يحط الهدف الرابع. هو اللاعب حسام عبد المجيد، هو أحد أفضل اللاعبين المدافعين خلال الموسم الحالي. لسه الدوري بدري جدا، بس الزمالك مركز بعد خسارته أمام المصري. التردد والهجوم اللي حصل على نادي الزمالك خلاه يركز جدا، خصوصا لما جات له الفرصة التانية النادي الأهلي يتعادل مع البنك الأهلي. يلا كده بينا نشوف ترتيب الدوري بعد فوز نادي الزمالك على نادي غزل المحلة. المركز التاني نادي الزمالك بعد فوزه طبعا على غزل المحلة ب4 لا شيء. يليهم النادي الأهلي في المركز الثالث ب7 نقاط، بيراميدز ب7 نقاط، والمركز الخامس سيراميكا كليوباترا ب7 نقاط، وفاركو والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ب7 نقاط، وزد وسموحة 5 نقاط، إنبي والإسماعيلي 4 نقاط، غزل المحلة ب4 نقاط، الجونة وفيوتشر 3 نقاط. وفي الأونة الأخيرة في المركز ال16 وال17 وال18، المركز ال16 بتروجيت بنقطتين، والبنك الأهلي وحرس الحدود، البنك الأهلي نقطتين، وطبعا في الأخير حرس الحدود بنقطة وحيدة. وده كان ترتيب دوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على غزل المحلة. طبعا اللي جاي لسه بدري، والدوري واللي هيركز أكيد طبعا هو اللي هيكسب. تركز في المباراة اللي جاية وما تضيعش منك أي ولا نقطة. في المباراة اللي جاية إن شاء الله أكون معكم أحمد من قناة أحمد حماد. تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.